صباح الفل عليكم مطعم شويه السمك. النهارده بقى جاي اعمل لكم فيديو عن سمكه الشراغيش. دي سمكه الشراغيش يا جماعه، ودي سمكه الدنيس. ليه جايبهم لك الاثنين مع بعض؟ لان في ناس كتير بتجيب سمكه الشراغيش اللي هي دي وتغش بيها الدنيس، يقول لك ان الشراغيش دي، لان الشراغيش ارخص. سمكه الشراغيش دي سمكه بحر ابيض، سمكه بلدي، مفيش منها مزارع، دي احلى حاجه في الموضوع. وتقريبا انا ما شفتش منها في السوق خالص في السنين اللي فاتت، جاي مستورد، فهي لما بتلاقيها غالبا بتبقى بلدي. ايه بقى مشكله السمكه دي؟ مشكله السمكه دي يا جماعه ان بيغشوا بيها الدنيس. يعني بص ادي يا جماعه معانا سمكه شرغوش وسمكه دنيس، وزي ما انتم شايفين للي مش خبره قوي الشكل تقريبا قريب من بعض. اول حاجه يا جماعه في الفرق هو الدوران ده. الشرغوشه تحسها مدوره، لكن دي تحسها كده ايه، مسحوبه. تاني فرق واضح، هتلاقي الشرغوش عند الديل في حته هنا غامقه، في الدنيس مفيش. ادي شرغوشه ثانيه، بص هتلاقي الحته الغامقه واضحه. بص شكل راس الدنيس مميزه جدا، وبيبقى عندها هنا خط، طبعا الخط ده مش بيبقى موجود عند الشراغيش. وبص شكل الراس برده اهو مختلف. ليه بقى يا جماعه بيغشوا الدنيس بالشراغيش؟ هل الشراغيش سمكه وحشه؟ بالعكس، الشراغيش سمكه حلوه جدا، وانا عن نفسي ذوقي الشخصي انا بحبها طعمها عن الدنيس. هي رخيصه عشان هي مش سمكه تجاريه. اولا صعب قوي تطلع كميات كبيره في غزل، لانها بتعيش وسط الصخور، فغالبا الحته اللي بتعيش فيها بيبقى صعب يترمى فيها غزل واسع، فهي غالبا بتبقى صيد سنار، غزل صغير. الاحجام دي برده في الشراغيش هي من السمكه مش حجمها ما بيكبرش قوي، فالاحجام الكبيره قوي دي مش بتلاقيها، يعني بتبقى نادره شويه، مش سهل تلاقيها. يعني الاحجام المنتشره اكتر بتبقى الحجم ده والاصغر كمان. سمكه تحفه، بتتعمل اشهر حاجه ليها زيت وليمون او مشوي بالرده، وممكن برده تتقلي. سمكه جميله، جربوها بلدي وعلى ضمانتي. بالمره يا جماعه اوريكم برده ده مرمار، دي جايه برده ايه في نص الشراغيش كده مرمرايه، يبقى كده شراغيش دنيس مرمار. مرمار برده دي سمكه بحر ابيض، انا بموت فيها. صباح الفل عليكم.